بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على دايرة القوة لبدء الحركة ستار دلتا. وعشان نتكلم عن الموضوع لازم نعرف الأول ايه هي دايرة القوة. انا قلتها في فيديوهات قبل كده بس هعيد عليها تاني. دايرة القوة هي الدايرة اللي هتغذي لي المحرك بالتيار اللي قادر اللي نشغل لي المحرك ده. يعني هي مصدر التغذية من المصدر للمحرك بس. وفي النص بحط الحمايات بتاعتي والمفاتيح اللي هتساعدني في اني اتحكم في اني امتى اوصل تيار للمحرك وامتى افصل التيار ده. بس كده، دي ببساطة هي دايرة القوة او الباور سيركت. طيب، ايه هو بدء الحركة؟ واحنا ليه اصلا بنستخدم بدء الحركة؟ وهل هو نوع واحد ولا انواع كتير؟ المحركات الثلاثية الاندكشن موتور او المحركات الاستنتاجية فيها عيب. ايه هو العيب؟ العيب ان في بداية التشغيل بتاعة المحرك ده بنلاقي ان المحرك بيسحب تقريبا حوالي 6 اضعاف التيار الطبيعي اللي بيسحبه في الحالة الطبيعية. بالتالي ده ممكن يأثر لي على الملفات بتاعتي ويأثر على الموتور لو استمرينا في التشغيل بالطريقة دي. طيب، انا عايز ايه بقى؟ عايز اعالج العيب ده واستفاد من الموتور بأقصى استفادة. طب اعالج العيب ده ازاي؟ انا عايز اقلل التيار اللي بيتسحب في الاول ده عشان احافظ على الملفات والعزل بتاعي. هقلله ازاي؟ النهارده ان شاء الله يعني هنتكلم عن نوع واحد من بدء الحركة اللي هو ستار دلتا. هل في انواع تانية؟ في انواع تانية. مش هنتكلم عليها النهارده. هنتكلم على ستار دلتا. ليه هنتكلم على ستار دلتا وليه استخدمنا ستار دلتا بالذات؟ هلاقي ان لما احنا درسنا الستار والدلتا كونكشن، خلاص، قلنا شوية مميزات في الستار كونكشن وفي الدلتا كونكشن. طيب، ايه المميزات دي؟ ان الستار كونكشن فيها ميزة ان التيار المسحوب في البداية او التيار المسحوب فيها عامة قليل. طب قليل بالنسبة لايه؟ قليل بالنسبة للدلتا كونكشن. تمام. طيب، كنا بنوصل ستار كونكشن ازاي؟ كنا بنقول يا اما اوصل بدايات الملفات مع بعض، يا اما اوصل نهايات الملفات مع بعض، والثلاث اطراف اللي هيتبقوا عندي هوصلهم بالمصدر الكهرباء. فهاخد من الستار كونكشن كده ميزة ان انا التيار المسحوب من الموتور وانا موصله ستار كونكشن قليل. بس هلاقي في عيب في الستار كونكشن. ايه العيب؟ ان العزم بتاع البدء بتاعها قليل. مش هقدر اخلي الحمل بتاعي يستمر في التشغيل عليه. تمام. ده تمام، خلاص، يبقى عرفنا ميزة الستار كونكشن وعيب الستار كونكشن. ندخل بعد كده على الدلتا كونكشن. طيب، الدلتا كونكشن قلنا ان لما اجي بوصل المحرك بتاعي بتوصيل الدلتا بلاقي ان المحرك بتاعي بيسحب تقريبا ضعفين، جذر 3 الاي بتاعة الستار. التيار بتاع اللي نفس المحرك بيسحبه وهو متوصل ستار كونكشن، فالتيار بيعلى. ده عيب في الدلتا. طب ايه الميزة اللي بنلاقيها في الدلتا؟ بلاقي عزم البدء بتاعي اللي يقدر يشيل الحمل كبير، اكبر من الستار كونكشن. تمام. طب كنا بنوصل الدلتا كونكشن ازاي؟ نفتكر مع بعض زي الرسمة اهي. يعني دي 3 اطراف بتوع 6 اطراف بتوع الملفات بتوعي. هتلاقيه هنا وصل بداية ملف بنهاية الملف اللي بعده، بداية ملف بنهاية الملف اللي بعده، بداية الملف بنهاية الملف اللي بعده، والنقط التقاطعات دي راح موصلها بالمصدر. يبقى كده عرفنا الستار كونكشن بتتعمل ازاي والدلتا كونكشن بتتعمل ازاي وايه مميزات وعيوب كل واحدة فيها. طيب، انا عايزة استغل النقطة دي معايا كبادئ حركة. هستغلها ازاي؟ ان انا هشغل المحرك بتاعي شوية في الاول لحد ما اعدي مرحلة البدء ومشاكل مرحلة البدء والتيار العالي. هشغلها في شوية دول ستار كونكشن عادي. ده في الاول التشغيل. طيب، بعد كده انا عايز الحمل
امشي الحمل بتاعي بالعزم المناسب، العزم اللي انا محتاجه. ما اقدرش افضل ماشي على ستار كونكشن مع المحركات الكبيره. طبعا احنا برضو هفكركم تاني، احنا بنتكلم هنا على المحركات الاكبر من 15 حصان واللي الاحمال بتاعتها عاليه، اللي ما ينفعش اوصلها توصيل مباشر او دايركت اونلاين زي الدرس اللي فات. لا، هنا انا عندي المحركات دي اكبر من 15 حصان والحمل بتاعها محتاج عزم عالي، فبالتالي ما اقدرش اعمل ستار كونكشن واريح دماغي من قصه بدء الحركه والكلام ده كله. لا، انا مضطره استخدم بدء الحركه لان المحرك بتاعي كبر، فبالتالي تيار البدء بتاعي كبر اكتر، وكذلك الحمل برضو بقى اكتر، محتاج عزم اعلى. فانا هستخدم الستار دلتا كونكشن، ان انا هوصل المحرك بتاعي في الاول ستار، استفاد بالمميزات بتاع الستار ان التيار قليل والعزم في الاول هيبقى قليل طبعا، بس هعدي مرحلة المشكلة بتاعت ان المحرك بيسحب تيار حوالي 6 اضعاف التيار المقنن بتاعه او الاي ريتد. هعديها، وبعد كده اما ابقى في السيف زون هدخل اوصل المحرك بتاعي ده على الدلتا كونكشن، واقدر احصل منه على عزم مناسب للحمل بتاعي، ويبتدي يكمل بقى هو التشغيل لحد ما انا اقرر افصل الدايره خالص. وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن دائره القوه بس، وان شاء الله نعمل فيديو صغير تاني عن دايره التحكم. طيب نرجع بقى تاني للدايره بتاعه القوه بتاعتي. خلاص، طيب انا محتاج ايه في دايره القوه؟ اسال نفسي، انا محتاج مصدر كهرباء. طيب ده محرك 3 فيز، اذا انا محتاج مصدر 3 فيز، ال واحد ال اتنين وال تلاتة. خلاص، 380 فولت. محتاج ايه تاني؟ محتاج بروتكشن بتاعي او الحماية. هحط يا اما هحط فيوز يا اما هحط سيركت بريك. الفيوز يبقى انا مضطر احط لكل فازة فيوز زي ما هو واضح في الشكل كده اهو، لكل فازة فيوز منفصل عن التاني، مفيش فيوز ثلاثي. خلاص، ماشي يا شباب اهو. طيب يا اما هبدل الفيوزز دي بان انا احط سيركت بريكر 3 بول. 3 بول ده هو سيركت بريكر واحد في 3 اماكن، هيدخل منهم التلاتة فاز، ومن الناحية التانية هخرج التلاتة فاز بتوعي وابتدي اخش على الكومبوننت او المكون اللي بعد كده في الدايرة. ايه المكون اللي بعد كده في الدايرة؟ انا المحرك بتاعي ده محتاج اتحكم فيه. خلاص، بس احنا قلنا يا باشمهندسة ان دايرة القوة دي ما فيهاش تحكم، انا بس عايز اغذي المحرك بتاعي بالكهرباء. تمام، هرجع اقول لك طيب انا هتحكم في المحرك ازاي من غير عنصر مساعد يقف لي زي اللقمة في الزور كده في دايرة القوة؟ يقول لدايرة القوة يا دايرة القوة اشتغلي، هقفل لك اهو ال- الدايرة والتيار يمشي، او يا دايرة القوة اقفي، هفتح الدايرة ومش هتقدري تعدي تيار للموتور والموتور هيقف. طب ايه العنصر اللي ممكن يعمل لي كده ويربط لي ما بين دايرة القوة ودايرة التحكم؟ العنصر ده اسمه كونتاكتور او مفتاح مساعد. تمام، طيب الكونتاكتور ده عبارة عن ايه بقى؟ الكونتاكتور ده خلينا نجيب له شكل كده من على الانترنت. نكتب كده، نجيب شكل الكونتاكتور نرجع عليه مع بعض. نحاول نشوف شكل كده مألوف ليكوا اكتر. نسيرش على الكونتاكتور مثلا اي بي بي. نقدر بس نزوم على الصورة اكتر شوية. هلاقي ده شكل الكونتاكتور او المفتاح المساعد. الكونتاكتور او المفتاح المساعد مفيهوش توجل او مفيهوش زرار ممكن ارفعه وانزله، على عكس مين؟ على عكس القاطع الاوتوماتيكي او السيركت بريكر.
يعني تعالى نشوف سيركت بريكر كده. سوري، سيركت. هلاقي مثلا نجيب واحد منهم، هلاقي السيركت بريكر ده له زي توجل او حاجة ممكن ننزلها ونرفعها زي الراجل اللي في الصورة ده كده. هو بيرفعه لفوق او بينزله لتحت، ده اسمه توجل. خلاص، الكونتاكتور بقى مش كده. ليه الكونتاكتور مش كده؟ لان انا الكونتاكتور ده انا ما بتحكمش فيه عن طريق ايدي، لا، انا بتحكم فيه عن طريق حاجة اسمها ملف. ايه هو الملف؟ الملف ده هو العقل بتاع الكونتاكتور. الملف ده اول ما بديله كهرباء، الكونتاكتور يبتدي يوصل النقط الرئيسية ببعض. يعني ايه النقط الرئيسية؟ النقط الرئيسية دي اللي هي محطوطة فين؟ محطوطة في دايرة القوى. دي النقط الرئيسية اللي هتقدر تستحمل التيار بتاع دايرة القوة. خلاص. ليه؟ لان طبيعي المحرك ده قدرته كبيرة، اكيد التيارات اللي هتمشي فيها تبقى كبيرة اكتر بكتير من دايرة التحكم، اللي انا هكتشف بعد كده ان هي التيارات اللي فيها قليلة جدا مقارنة بدايرة القوة. خلاص، لان هي ما بتغذيش محرك، هي بتغذي ملف صغير اللي هو ملف الكونتاكتورز. تمام. فهي دي النقط الرئيسية. هي بص على الكونتاكتور، هلاقي إن الكونتاكتور في حاجة اسمها ملف، هو دي النقطتين بتوع الملف اللي هو هنا A1 و2. هحاول نرسمها لكم كده ونوضحها. اللي هو هنا اهي، دول أطراف الملف، هنسميها A1 و2. A1 و A2. وده قلنا العقل بتاع الكونتاكتور، يعني أديله كهرباء الكونتاكتور يشتغل، يوصل النقط كلها ببعض، يخلي الدايرة هنا كده تقفل. أول ما ادي الملف ده ايه؟ إشارة إن أنا أقفل الدايرة بتاعته وأخليه وأطبق عليه جهد. تمام. هيوصل للنقط ده اهي. بص، خلي نظركم تحت اهي. ال1 ال2 ال3 متوصلة بT1 وT2 وT3. في الحالة الطبيعية وأنا مش مطبق هنا جهد، دول مش متوصلين ببعض والدايرة مفتوحة. طب طبقت جهد، لا، كل ده هيوصل ببعضه ويوصل تيار للموتور عادي جدا. يبقى دي الطريقة اللي أنا أقدر أتحكم امتى أوصل تيار لدايرة القوة، امتى ما أوصلش تيار. تمام. طب ايه تاني في الكونتاكتور ده احنا محتاجين نعرفه في السريع كده؟ حاجة اسمها نقط مساعدة. طيب، النقط المساعدة دي فايدتها ايه؟ بتساعدني في بعض التحكم في المحرك. يعني مثلا عايزة او انديكيشنز لحاجات معينة، عايزة احط لمبة بيان، ممكن احط لمبة بيان على النقط المساعدة دي اللي فيه منها انواع. ان هو طبيعته مفتوح. يعني ايه في طبيعته مفتوح؟ يعني وانا مش موصل هنا جهد، النقطة دي مفتوحة، مش موصلة كهرباء. طب وصلت جهد هنا، حطيت مثلا بطارية، النقطة دي بإيه؟ بتقفل. في نقط بقى بالعكس، النورمالي اوبن. هنا هلاقي اهو الكونتاكتور ده فيه اتنين، في نقطة نورمالي اوبن واحدة، 13 نورمالي اوبن و14 نورمالي اوبن، اللي هي في طبيعتها زي ما قلنا بتبقى مفتوحة، بس أول ما بطبق جهد على الملف النقطة دي بتقفل. فبالتالي ممكن أوصل معاها لمبة بيان لونها أخضر تقول لي إذا كان الموتور اشتغل ولا ما اشتغلش. يقوم انا مش موصل هنا كهرباء، لو انا مش موصل كهرباء في الحتة دي اهو، اللمبة دي ما بتشتغلش ولا الموتور واصل له كهرباء. طيب وصلت انا جهد بقى، يعني تخيل كده انا رحت انا حاطه بقى ايه، نوضح بس الحاجة تانية. رحت انا حاطه هنا بطارية مثلا، جهد وطبقت جهد، النقط دي توصل لبعضها، دايرة القوة تقفل، الموتور يشتغل، دي تقفل، اللمبة تنور اخضر، واعرف ان الموتور بتاعي شغال. لو انا مثلا اللوح بتاعتي فوق في العنبر بتاع التشغيل، او مثلا لو هنتكلم على محطة صرف او محطة رفع، فعندي مثلا بيارة جافة اللي هي فوق، وبيارة مبتلة اللي هي، عذرا، عندي عنبر التشغيل اللي هو فوق، والمحركات مثلا تحت في البيارة الجافة،
وانا واقف فوق في العنبر بشغل، عايزه اتاكد ان الموتور بتاعي شغال، فاللمبه دي هتكون انديكيشن كويس ان انا اعرف ان الموتور بتاعي شغال حتى وانا بعيد عنه. يبقى ده كده بكل بساطه ده الكونتاكتور. طيب احنا اتكلمنا عن الكونتاكتور قبل كده بالفعل، بس ايه، قلت اديكوا كده ملخص سريع. احنا قلنا ان احنا عايزين نشغل المحرك بتاعنا ده اهو ستار في الاول وبعد كده يقلب دل. تمام. طب يا باشمهندسه احنا عندنا علبة توصيلات واحدة بس للموتور، ازاي اقدر اعمل فيها الكونكشن بتاع الستار والكونكشن بتاع الدل؟ برافو عليك. ما اقدرش اعمل الاتنين في صندوق توصيلات واحد، والا هيبقى الشكل عندي عامل كده. تخيلوا كده ان انا عندي اهو ده، دي علبة توصيلات مثلا، وانا قررت اوصل فيها ستار ودلتا مع بعض. طيب احنا كنا بنقول ستار بتتوصل ازاي؟ 3 اطراف بالمصدر و3 اطراف مع بعض. طب والدلتا؟ يبقى بنوصل بداية بنهاية اللي بعده، بداية بنهاية اللي بعده، بداية بنهاية اللي بعده، وبعدين اللي هيتجمع عندي هيطلع على المصدر. فخلينا نجرب كده. طيب لو انا وصلت الاتنين مع بعض زي الشكل كده، هلاقي انا عندي هنا السورس اهو، هلاقي ان انا روحت عامل شورت سيركت على المصدر في قلب علبة التوصيلات. طب هو ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. او كسر او قفلة او سميها زي ما انت بتسميها، فبالتالي خليت المقاومة قليلة، تيار عالي جدا، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. طيب ايه الحل يا باشمهندسة؟ الحل ان انا استخدم مفاتيح مساعدة اعمل عن طريقها التوصيلات بتاعتي دي. تمام. طيب ايه هي المفاتيح المساعدة اللي احنا عمالين نتكلم عليها من الصبح؟ هي الكونتاكتورز. هي دي اللي انا اقدر استخدمها وفيها مميزات ان فيها نقط رئيسية اقدر احطها في دايرة القوة، وفيها نقط مساعدة اقدر استخدمها معايا في دايرة التحكم، وفيها ملف هو اللي هيدي الاشارة امتى يا كونتاكتور تقفل وتشغل الدايرة، وامتى يا كونتاكتور تطلع بره الدايرة. طيب انا عايز استفاد بالنقطة بتاعة امتى يا كونتاكتور تدخل جوه الدايرة وامتى يا كونتاكتور تطلع بره الدايرة، او امتى يا كونتاكتور تقفل وتشغل الدايرة وامتى يا كونتاكتور تفضل مفتوح وما تشغلش الدايرة دي. هستخدم ده في ايه؟ في ان الستار انا عايز توصيلة الكونكشن بتاعت الستار دي ما تشتغلش غير بس في بداية التشغيل لحد ما اعدي مرحلة البدء. اما بالنسبة للدلتا انا عايزة افتحها بعد ما الستار تقفل، خرج الستار بره الدايرة، وادخل الدلتا تكمل بقية المشوار لحد ما افصل المحرك بتاعي خالص. تمام تمام. احنا كده عرفنا الستار والدلتا هنعملهم عن طريق ايه؟ قلنا عن طريق كونتاكتورز. انا هلاقي هو عندي كونتاكتور رئيسي، الكونتاكتور ده هحط عليه مش بوتن اون مش بوتن اوف، اقدر اشغل الدايره كلها بالمحرك من خلاله، سواء بقى معاه ستار او معاه دلتا. خلاص. وعندي كونتاكتور هوصله ستار. طيب احنا كنا بنوصل ستار ازاي؟ نسترجع مع بعض. كنا بنوصل ستار، قلنا اهو، تعالى نفتح الصورة بتاعة الستار. قلنا ان انا بوصل بدايات مع بعض في نقطة، والنهايات بوصلها على المصدر. طيب اعمل ده عن طريق الكونتاكتور ازاي؟ اهو هاجي هنا هلاقي اهي البدايات بتاعتي، البدايات بتاعتي خلاص انا وصلتها بالمصدر، اذا انا محتاج النهايات بتاعتي دي اوصلها ببعضها عن طريق كونتاكتور. فهاجي هنا او هاخد النهايات بتاعتي وادخل على كونتاكتور، اوصلها ببعضها ازاي؟ يعني اعمل قفله على كونتاكتور، اوصل ال3 نقط بتوع الكونتاكتور في الاخر ببعض، بحيث ان انا لو هقفل الكونتاكتور ده هيقفل خالص اهو، هلاقي ان في الاخر اهو الراجل ده اهو اتعمل له حيطه سد في الحته دي اهو. يبقى انا كده حققت اللي انا عايزه ووصلت فعلا المحرك بتاعي ستار. طب دلتا بقى يا باشمهندسه، انا عرفت الستار والستار سهله، المشكله عندي دلوقتي في الدلتا. توصيلة الدلتا دي بقى كانت بتتم ازاي؟ تعالوا نرجع نبص مع بعض كده. الدلتا كنت بوصل بدايات بنهايات بالمصدر، بداية بنهاية بالمصدر، بداية بنهاية بالمصدر. هاجي اهو هرجع على الصورة دي. خلاص انا عايزة اوصل بداية بنهاية بالمصدر. خلاص كده. طيب اعملها ازاي؟
هاجي اهو ادي بدايات، خلاص انا وصلتها بالمصدر. ماشي. النهايات بقى عايزه اوصلها بالمصدر، ابتدي اخد الاسلاك اهي واطلع على المصدر بتاعي عادي جدا، بس في النص هحط كونتاكتور. هو ده اللي انا عملته، وصلت بدايه اهو. ماشي. بدايه بنهايه. ماشي يا شباب. بايه؟ بالمصدر. شوفي بس النص المشكله ايه. تاني اهو، بدايه، بدايه بنهايه، بنهايه اهو. بايه؟ بالمصدر فوق اهو. وصلت بداية بنهاية بالمصدر، حطيت بس في سكتهم كونتاكت مفتاح عشان امتى اشغل الدلتا دي وامتى افصل. بس كده. طب ايه ده يا باشمهندسة؟ في حاجة انت مكلمتناش عنها. هلاقي هنا حاجة اسمها اوفرلود او قاطع حراري. طب ايه وظيفة الاوفرلود ده؟ وظيفته حماية المحرك من ارتفاع التيار الكهربائي. تمام. المحرك ده احنا اصلا عاملين نسطور عشان نحافظ عليه من ارتفاع التيار. فاحنا في كل السكة دي عمالين ايه؟ نلاقي نحط المكونات للحماية. طيب تعالوا نتخيل كده، انا عايز الدايرة بتاعتي دي تشتغل ازاي عشان اقدر اعمل لها التحكم. لازم اتخيل اشوف مسار التيار هيبقى عامل ازاي. هلاقي ان انا عندي ايه، هنستخدم لون تاني مثلا كده. هلاقي ان انا عندي في بداية التشغيل انا هدوس على الزرار اون، فبالتالي هقفل ده. تمام كده. طيب قفلت ده، انا عايزه اقفل الدايره. الدايره هتقفل بطريقين، يا اما بالستار يا اما بالدلتا. طيب احنا اصلا كنا مستخدمين بدء الحركه عشان اشغل المحرك بتاعي ده ستار الاول وبعد كده احوله دلتا. اذا في بدايه التشغيل انا عايزه اوصل لستار. اه. يبقى انا هشغل الملف بتاع الستار عشان اقفل الكونتاكتور بتاع الستار. خلينا نبص مع بعض كده. الدلتا ساعتها مش عايزها موجوده. طبعا انا مش هشغل دلتا، انا يا اما اوصل الموتور دلتا يا اما اوصله ستار. وانا في الاول في بدء التشغيل انا عايزه اوصله ايه؟ ستار، عشان اقلل تيار البدء. اجي اهو هلاقي المصدر بتاعي ادي التيار هيمشي اهو، يجي من هنا بعدين يعدي على الفيوزات وبعد كده اهو التيار مكمل يجي قدامه سكتين، يا اما يخش يمين هنا هيدخل هنا الدايره مفتوحه يبقى مفيش تيار هيمشي، بعدين يجي يدخل هنا هلاقي الموتور بتاعي بالظبط كأني موصل توصيل مباشر. اهو افضل ماشي ماشي، كل ده يجي هنا برضو يلاقي سكتين، يا اما يدخل هنا يا اما يدخل عند الدايرة المفتوحة. طيب مش هيدخل عند الدايرة المفتوحة طبعا عشان المقاومة كبيرة. هيدخل هنا والموتور بتاعي هيشتغل ستار ويقلل تيار الفيد. طيب بعد كده انا عايز ايه؟ انا عايز الكونتاكتور ده هيفضل موجود معايا. انا عايز افتح ده، افتح ده خالص اهو، وايه، واشغل المحرك بتاعي دلتا. يعني هقفل الكونتاكتور ده، هقفل النقط الرئيسية بتاعته. تعالوا نتخيل كده بقى شكل التيارات عامل ازاي. هلاقي اهو التيار هيمشي كده كده كده، بعدين يبقى بداية نهاية اهو، بداية بالمصدر، والموتور بتاعي يبتدي يشتغل دلتا. فبالتالي الاي هتعلى شوية بس مش هتوصل للاي بتاع التيار البدء اللي احنا اصلا عاملين عشانها الستار، بس في نفس الوقت العزم اللي هيقدر يشغل لي الحمل هيعلى. طيب هرد بقى على سؤال ملوش علاقة بالموضوع، بس عشان الناس اللي هتسأل السؤال ده انا عارفاهم كويس. ايه ده يا باشمهندس؟ ايه اللي بالاخضر ده وعامل كده ده؟ المحرك بتاعي جسمه معدني يا شباب، خلاص. فبالتالي معرض ان انا يحصل عندي اي تسريب في
كهرباء على جسم المحرك، ومعرضة ان انا يحصل لي صعق او عطل في المحرك. تمام؟ عطل ان المحرك بقى متوصل بالارض، وهو مش المفروض يبقى متوصل بالارض. عذرا، عطل ان المحرك، الجسم البادي ذات نفسه او الهيكل واصل له كهرباء، هو ده مش المفروض يحصل. انا عايز الموتور بتاعي اللي يوصل له كهرباء ايه؟ البوكس بتاعه او الروزيتا او صندوق التوصيلات، بس مش عايز الجسم. تمام؟ فبالتالي هقرط ال- الجسم او البادي او الفريم او الهيكل او الهاوسنج، بيسموه كل المسميات دي، للموتور بتاعي. هاخد سلك نحاس وهوصله بالارض. طب ليه انا هوصله بالارض؟ عشان احنا قلنا الارضي ميزته ان الار بتاعت الارض تقريبا بتساوي صفر. فبالتالي لو حضرتك واقف اهو، وايدك جت على جسم الموتور، وجسم الموتور ده فيه كهرباء، خلاص، فالكهرباء دي قدامها سكتين، يا تمشي في حضرتك يا تمشي في الارض. هنقول الار بتاعت حضرتك مثلا 10 اوم، وار بتاعت الارض صفر اوم، سلك ماشي سلك. فطبعا الكهرباء هتختار الار اللي بصفر تمشي فيه. اذا انا حميت حضرتك من الصعق الكهرباء. ممكن اعمل ايه برضه عشان احمي الموتور بقى نفسه، او احمي حتة الهدر بتاع الكهرباء؟ ان انا احط هنا جهاز بروتكشن، حماية، او جهاز يديني انديكيشن ان في تيار نازل الارض، انت عندك مشكلة في العزل بتاع الموتور، لو سمحت حلها. بس كده. اتمنى تكونوا فهمتوا درس كويس، وان شاء الله ربنا يوفقكم في اللي جاي. و آه، بس كده ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن دايرة التحكم او الكنترول سيركت بتاعة ستار دلتا، بس مش هنستخدم فيها تايمر، هنستخدم فيها بوش بوتون، وهنتكلم عليها ان شاء الله. شكرا وربنا يوفقكم.